يا أهلا بيكم. النهاردة هنفتح مع بعض صندوق أسرار الذكاء الاصطناعي، وهنكشف عن أقوى الأدوات المجانية اللي هتغير تماماً طريقة شغلنا في 2025. هنتكلم عن الأدوات اللي بتدي ميزة تنافسية حقيقية في أي مجال، والأهم من كل ده إنها ببلاش تماماً. شوفوا، الموضوع خلاص ما بقاش اختياري. فكرة هل هستخدم الذكاء الاصطناعي ولا لأ دي ما بقتش مطروحة أصلاً. السؤال الحقيقي دلوقتي هو إزاي أستخدمه صح وبفاعلية. إتقان الأدوات دي بقى مهارة أساسية، زي ما كان استخدام الكمبيوتر والإنترنت زمان. وده بالظبط اللي بينقلنا لأول نقطة: ليه فهم الذكاء الاصطناعي واستخدامه بقى ضرورة حتمية؟ وليه اللي هيتجاهل الموجة دي للأسف هيلاقي نفسه متأخر قوي عن اللي حواليه؟ طيب، قبل ما ندخل في تفاصيل خلينا نتفق على تعريف بسيط جدا. أدوات الذكاء الاصطناعي دي ببساطة برامج بتعمل مهام كانت زمان حكر على العقل البشري وبس. بنتكلم عن حاجات زي التعلم، حل المشاكل، وحتى الإبداع الفني. طيب ليه فجأة بقى مهم قوي دلوقتي؟ في 3 أسباب رئيسية. أول حاجة الكفاءة الرهيبة اللي بيقدمها، لأنه بيشيل من علينا المهام المملة والروتينية. تاني حاجة إنه بيخلي المهارات الصعبة في متناول إيد أي حد، يعني أي شخص ممكن يصمم أو يكتب محتوى احترافي. والنقطة الثالثة إنه بيسرع عملية الابتكار نفسها بشكل لا يصدق. وهنا بقى بيجي السؤال المهم، طب لو الميزانية محدودة، هل لازم أدفع آلاف عشان استفيد من كل ده؟ الخبر الحلو بقى إن أي حد فينا يقدر يبني مجموعة أدوات ذكاء اصطناعي احترافية وقوية جدا من غير ما يدفع ولا جنيه. عشان نبدأ بداية صح هنركز على 3 أدوات أساسية ومجانية. أول واحد هو تشات جي بي تي المجاني. ده عامل زي المساعد الشخصي بتاعك اللي مش بيقول لأ. ممكن تطلب منه يلخص مقال أو حتى يلعب دور خبير تسويق ويديك أفكار عبقرية. تاني واحد ليناردو اي اي، وده بقى الفنان اللي في المجموعة، بيحول أي وصف في خيالك لصورة احترافية حقيقية. وآخر واحد هو Perplexity AI. ده مش مجرد محرك بحث، لأ، ده باحث ذكي بيجيب لك إجابات دقيقة جدا وكمان بيقول لك جابها منين. طيب، كفاية كلام نظري لحد كده. تعالوا نشوف إزاي ممكن نستخدم الأدوات دي مع بعض عشان نخلص مشروع كامل من الصفر في دقايق معدودة. الحكاية كلها في 3 خطوات بسيطة جدا، هنسميها طريقة اجمع وانتصر. هنبدأ الأول بتوليد الأفكار، بعدها هنصمم الصورة، وفي الآخر خالص هنجمعهم مع بعض في منتج نهائي. نبدأ بالخطوة الأولى: الأفكار. هنروح على طول لتشات جي بي تي ونديله أمر واضح ومباشر، زي مثلا اقترح 5 أفكار لمنشورات فيروسية عن محل قهوة جديد. في أقل من دقيقة هيكون قدامنا قائمة أفكار جاهزة، وده بيوفر علينا ساعات طويلة من التفكير والعصف الذهني. تمام، دلوقتي اخترنا الفكرة، ناقصها الصورة اللي هتشد العين. هنا بيجي دور ليوناردو اي اي. هنروح ونكتب له وصف تفصيلي للصورة اللي بنتخيلها. كل ما كان الوصف أدق، كل ما كانت النتيجة أقرب للي في بالنا. وده بيورينا قوة تحويل الكلمات للوحة فنية. ودلوقتي وصلنا للخطوة الأخيرة والأسهل: بناخد النص اللي طلعه تشات جي بي تي والصورة اللي عملها ليوناردو اي اي وبنحطهم مع بعض. كده في أقل من 5 دقايق بقى عندنا بوست سوشيال ميديا شكله احترافي وجاهز للنشر فوراً. بس طبعاً قبل ما أي حد يتحمس زيادة عن اللزوم لازم نكون صراحة مع بعض. كلمة مجاني دي بيبقى ليها مقابل بسيط. غالباً بيكون في حد أقصى للاستخدام في اليوم، ممكن نلاقي علامة مائية على الصور، وسرعة الاستجابة بتكون أبطأ شوية. دي تعتبر تضحيات صغيرة مقابل التكلفة صفر. والحلو في الموضوع إن القصة مش بتخلص عند الكتابة والصور، لأ خالص. عالم الذكاء الاصطناعي ده بحر واسع، وفيه أدوات متخصصة تقريباً لكل مهمة ممكن نتخيلها. تخيلوا مثلا إن في أدوات زي Eleven Labs ممكن تعمل تعليق صوتي واقعي لدرجة صعب نفرقه عن الصوت البشري الحقيقي. وفي ناحية تانية خالص أدوات زي Perplexity AI ممكن تلخص بحث علمي من 100 صفحة في دقيقة واحدة بس، وكمان تديك المصادر. كل ده بقى بيوصلنا لفكرة أساسية ومهمة جدا، لازم نغير بيها نظرتنا للموضوع ده كله. الذكاء الاصطناعي مش مجرد أداة بنستخدمها ونرميها، هو فعلا ممكن يكون شريك إبداعي. الخلاصة هنا إن الذكاء الاصطناعي مش جاي ياخد مكان حد، هو جاي يبقى جاي دراعنا اليمين، مضخم قوي لمهاراتنا وقدراتنا. الشغل اللي كان بياخد مننا أسبوع زمان دلوقتي ممكن يخلص في يوم واحد وبجودة أعلى كمان. وفي النهاية السؤال اللي عايز أسيبه لكل واحد فينا يفكر فيه، بعد ما شفنا كل الإمكانيات دي، لو اعتبرنا الذكاء الاصطناعي هو الشريك الإبداعي الجديد، يا ترى إيه أول مشروع ممكن نبنيه مع بعض؟ المستقبل بيبدأ بأول خطوة وتجربة النهاردة.